مصر النهاردة بتستورد غاز من إسرائيل علشان تسد جزء من احتياجاتها، وفي نفس الوقت بتدرس مع روسيا إضافة مفاعلات نووية جديدة في الضبعة. للوهلة الأولى الموضوعين ملهمش علاقة ببعض، لكن لو بصيت للصورة كاملة هتلاقي إن بينهم رابط مهم جدا. مين يملك مفتاح الطاقة في مصر خلال ال20 سنة الجايين؟ لأن الغاز الإسرائيلي بيساعد مصر النهاردة في سد جزء من الفجوة، لكن أي اعتماد كبير على مصدر خارجي بيفتح سؤال حساس: ماذا لو الإمدادات اتوقفت وقت الأزمة؟ وهنا بيظهر مشروع الضبعة بشكل مختلف، مش مجرد محطة كهرباء نووية، لكن احتمال يكون جزء من محاولة مصر إنها تقلل احتياجاتها للغاز من الخارج أصلاً. فهل التوسع في الضبعة فعلاً ممكن يغير المعادلة؟ وهل روسيا ممكن تساعد مصر تقلل اعتمادها على الغاز الإسرائيلي؟ ولا الربط بين الملفين فيه مبالغة أكبر من الواقع؟ تعال نشوف الحكاية من أولها، ده اللي هنفهمه النهاردة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. المشروع الحالي لمحطة الضبعة معروف إنه قائم على 4 مفاعلات نووية، قدرة كل مفاعل حوالي 1200 ميجا وات، يعني إجمالي قدرة المحطة حوالي 4800 ميجا وات عند اكتمال تشغيلها. إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدراسة زيادة عدد الوحدات، وإن في حديث مع شركة روساتوم الروسية حول إمكانية إضافة مفاعلين جداد، وربما يصل العدد ل4 مفاعلات إضافية. وهنا لازم نفرق بين حاجتين: إن الموضوع تحت الدراسة والمفاوضات شيء، وإنه يتحول بالفعل لاتفاق نهائي وتنفيذ شيء تاني تماماً. يعني إحنا حتى الآن بنتكلم عن احتمال توسع، مش مشروع جديد اكتمل الاتفاق عليه. لكن مجرد إن الفكرة بتدرس ده في حد ذاته مهم، لأن إضافة 4 وحدات بنفس حجم الوحدات الحالية معناها نظرياً إن موقع الضبعة ممكن يقرب من قدرة إجمالية حوالي 10,000 ميجا وات، وده رقم يخلي الضبعة مش مجرد محطة كبيرة، لكن واحدة من الركائز الرئيسية في شبكة الكهرباء المصرية. طب وإيه علاقة كل ده بالغاز؟ هنا ندخل للنقطة الأهم. جزء كبير من محطات الكهرباء التقليدية بيحتاج غاز طبيعي علشان يشتغل، يعني كل كمية كهرباء تقدر تنتجها من مصدر تاني مستقر سواء نووي أو متجدد ممكن نظرياً تقلل كمية الغاز المطلوبة لإنتاج الكهرباء. والمصدر اللي قدامنا بيشير لتقديرات بتقول إن تشغيل المفاعلات ال4 الحالية ممكن يوفروا ما يعادل حوالي 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً. كم من الممكن استخدامهم لإنتاج الكهرباء؟ وبالتالي المصدر بيعمل حساب تقريبي بسيط: لو عدد المفاعلات اتضاعف من 4 ل 8 بنفس القدرات، ممكن الوفر النظري يرتفع لحوالي 16 مليار متر مكعب سنوياً. لكن خلي بالك من كلمة مهمة جداً هنا: نظرياً، لأن استهلاك الغاز في مصر مش رقم ثابت. الطلب على الكهرباء بيتغير، الإنتاج المحلي من الغاز بيتغير، كفاءة المحطات بتتغير، والاقتصاد نفسه ممكن يكبر، وبالتالي احتياجات الطاقة تزيد. فما ينفعش ناخد رقم 16 مليار ونقول خلاص مصر مش هتحتاج غاز. القصة أعقد من كده، لكن الاتجاه واضح: كل ميجا وات مستقر من الطاقة النووية بيدي الدولة مساحة أكبر في إدارة باقي مصادر الطاقة. وليه النقطة دي مهمة دلوقتي؟ عشان خلال السنوات الأخيرة شفنا قد إيه منظومة الطاقة ممكن تتأثر بحاجات بتحصل خارج الحسابات التقليدية. إنرجوس وينتر في ميناء دمياط، بحسب المصدر خروج السفينة من الخدمة استدعى تشغيل منظومة البدائل، ومنها تشغيل بعض المحطات بالمازوت والسولار، والاستعانة بمسارات أخرى لإعادة التغويز لتجنب تأثير أكبر على الكهرباء. القصة هنا مش في السفينة نفسها، القصة إن أي منظومة طاقة بتعتمد على حلقات كتير: غاز بيتم إنتاجه محلياً، غاز بيجي من الخارج، شحنات LNG، سفن إعادة تغويز، خطوط أنابيب، محطات كهرباء، وفي الآخر شبكة لازم توصل الكهرباء للمواطن والمصنع 24 ساعة. كل حلقة إضافية في السلسلة معناها احتمال إضافي لحدوث مشكلة، وده مش معناه إن الاستيراد غلط. كل دول العالم تقريباً عندها تبادل استيراد وتصدير طاقة، لكن الفرق الحقيقي بيبقى في حاجة اسمها تنويع المصادر. وهنا يظهر الغاز الإسرائيلي. مصر بتستورد غاز من إسرائيل، قد زادت بعد حادث سفينة التغويز بحوالي 50 مليون قدم مكعب يومياً، ووصلت التدفقات وقتها لمستويات مرتفعة لتعويض جزء من النقص. وده بيوضح إن الغاز الإسرائيلي أصبح عنصر مهم داخل معادلة الإمدادات المصرية. لكن هنا في مدرستين لازم نشوفهم بحياد. المدرسة الأولى بتقول طالما في خط أنابيب قائم
وغاز متاح بسعر وشروط مناسبة، فمن الطبيعي اقتصادياً إن مصر تستفيد منه، وده جزء عادي من تجارة الطاقة. لكن المدرسة التانية بتقول المشكلة مش في الاستيراد نفسه، المشكلة في درجة الاعتماد، لأن الغاز زي أي سلعة استراتيجية ممكن يتأثر بحرب، قرار سياسي، أزمة أمنية، أو توقف مفاجئ للإنتاج على خلفية تطورات إقليمية، وبيطرح مخاوف من تحول الطاقة لعنصر ضغط سياسي. هنا لازم نكون دقيقين. وجود مخاوف أو تقارير عن إمكانية استخدام الغاز كورقة ضغط لا يعني تلقائياً إن كل قرار في ملف الغاز بيتم لأسباب سياسية. وفي نفس الوقت تجاهل الحساسية السياسية تماماً مش واقعي برضه. عشان كده الدول عادة بتحاول تعمل حاجة بسيطة جداً، ما تحطش كل البيض في سلة واحدة. طب هل الضبعة تقدر تحل المشكلة؟ الإجابة الأقرب للواقع تحل جزء منها مش كلها. الطاقة النووية عندها ميزة ضخمة، إن المحطة لما تدخل الخدمة تقدر تنتج كميات كبيرة جدا من الكهرباء بشكل مستقر ولفترات طويلة، وده مختلف عن الشمس والرياح اللي إنتاجهم بيتغير حسب الظروف الجوية. لكن في المقابل الطاقة النووية عندها تحديات، المحطات مكلفة جدا في البناء، التنفيذ بياخد سنوات طويلة، وفي تكاليف تشغيل وصيانة ووقود نووي وإدارة مخلفات ومعايير أمان صارمة. يعني لو مصر وافقت بكرة على بناء 4 مفاعلات جديدة، ده مش معناه إن مشكلة الغاز انتهت الأسبوع الجاي. إحنا بنتكلم عن قرار استراتيجي أثره يمتد العقود، وده يمكن أهم فرق في الموضوع. الغاز بيحل مشكلة النهاردة، المفاعل النووي بيحاول يقلل المشكلة بعد سنين طويلة. طب وروسيا هنا دورها إيه؟ روسيا بالفعل هي الشريك الرئيسي في مشروع الضبعة من خلال شركة روساتوم. لكن هل ده معناه إن بوتين شخصياً هينقذ مصر من الغاز الإسرائيلي؟ الوصف ده جذاب كعنوان، لكن اقتصادياً وسياسياً الموضوع أعقد. روسيا عندها مصلحة في توسيع وجود صناعاتها النووية خارج حدودها، مصر عندها مصلحة في تنويع مصادر الطاقة. لو المصالح اتطابقت ممكن يحصل اتفاق. إذن العلاقة هنا قائمة على مصالح متبادلة، موسكو بتصدر تكنولوجيا وخدمات نووية، والقاهرة بتحصل على قدرة كهربائية كبيرة ومستقرة. فمش مسألة إن طرف بيعمل معروف للطرف التاني، دي صفقة ضخمة وكل دولة بتحسب مكاسبها منها. لكن في سؤال أهم، لو مصر وفرت كميات كبيرة من الغاز بسبب الطاقة النووية هتعمل بيها إيه؟ وهنا تظهر فايدة أكبر من مجرد تشغيل الكهرباء. لو استهلاك محطات الكهرباء من الغاز قل، الغاز المتوفر ممكن يروح لمصانع، ممكن يدخل في صناعات بتروكيماوية، ممكن يقلل الحاجة للاستيراد، وفي ظروف معينة ممكن يدعم التصدير. يعني القيمة الحقيقية لأي وفر في الغاز مش بس إن مصر مش هتشتري من دولة معينة، القيمة إن الغاز نفسه أصل اقتصادي. كل متر مكعب بتستخدمه بكفاءة أعلى ممكن ينعكس على الصناعة أو الميزان التجاري أو العملة الأجنبية، وده يخلي النقاش اقتصادي قبل ما يكون سياسي. طب هل التوسع يستحق التكلفة؟ هنا النقاش الحقيقي اللي المفروض يحصل مش روسيا ولا إسرائيل، لكن هل تكلفة بناء المفاعلات الإضافية أقل من المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية اللي مصر هتحصل عليها على مدار عمر المشروع؟ لأن محطة الضبعة النووية ممكن تشتغل عشرات السنين، فلو حسبت تكلفة الإنشاء بس الرقم هيبان ضخم. لكن لو حسبت كمية الكهرباء المنتجة على مدار 10 سنين والغاز اللي ممكن يتم توفيره وتقليل مخاطر تقلب أسعار الوقود، المعادلة بتتغير. وفي الناحية التانية لازم تحسب تكلفة التمويل والديون والتشغيل والصيانة وأي تأخيرات محتملة. وهنا ما ينفعش الحكم يكون عاطفي، ما تقولش النووي حل سحري وما تقولش إن مشروع ملوش لازمة. الحكم الحقيقي بالأرقام. في النهاية، هل توسعة الضبعة ممكن تقلل اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي؟ من حيث المبدأ ممكن تقلله، لأن زيادة إنتاج الكهرباء النووية معناها تقليل احتياج محطات الكهرباء لبعض كميات الغاز. لكن هل ده معناه إن مصر هتستغنى تماماً عن الغاز الإسرائيلي؟ مش بالضرورة، لأن احتياجات مصر من الطاقة بتتغير والإنتاج المحلي بيتغير، والغاز ليه استخدامات أكبر من مجرد الكهرباء. طب هل روسيا بتتحرك علشان تنقذ مصر؟ برضو الوصف ده مبالغ فيه. الأدق إن مصر وروسيا عندهم مصالح ممكن تتقاطع في توسيع البرنامج النووي، لكن لو التوسع حصل فعلاً فأهم نتيجة مش هتكون إن مصر استبدلت دولة بدولة، النتيجة الأهم إن مصر بقى عندها اختيارات أكتر، والدولة اللي عندها اختيارات أكتر في الطاقة بيبقى عندها مساحة أكبر تتحرك اقتصادياً وسياسياً. يمكن عشان كده السؤال اللي المفروض نسأله مش هل بوتين هيحرر مصر من الغاز الإسرائيلي، لكن هل الضبعة ممكن تخلي مصر أصلاً أقل احتياج لأي طرف خارجي وقت الأزمات؟ وده سؤال إجابته الحقيقية مش هتظهر في التصريحات، هتظهر لما المفاعلات تدخل الخدمة ولما نشوف بالأرقام قد إيه خريطة الطاقة المصرية اتغيرت. بس كده.
وزي ما بنقول دايما على القناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام.